في حياة كل واحد مننا، في كل مكان كويس بتروحه، وممكن يكون انت الجندي المجهول. عيادة دكتور في منطقة هادية من غير اعلانات ولا سوشيال ميديا، بس حد قالك الدكتور ده شاطر. واحد معاك في الشغل بيسموه الجوكر عشان بيعرف يشتغل في كذا حاجة بس في صمت. والدك اللي بيستحمل كتير، ولا انه يستحمل تطلب منه حاجة وما يجيبهاش، ما بيشتكيش، وحتى عيد الأب محدش عارفه. في أماكن قايمة على حس واحد بيهتم بتفصيلة معينة وما بيعملش حفلة عليها. الجندي المجهول هو الشخص اللي بيهتم بالتفاصيل في صمت، ما بيعملش شو، ولو غاب أو مشي تحس بفجوة مفيش حد بيعرف يملاها. هنسأل سؤال مهم: طب إيه لازمة التسويق وتكلم عن نفسك وتكلم عن شغلك؟ ده مهم وأساسي عموما. في حد بيعمل على قد اللي بيقوله، أنا بشتغل في كذا وبعمل كذا فبيعمل على قده. في حد بيزود تفاصيل ما بيكونش قايلها، فبالتالي مش مستني منك مقابل عليها، بيعملها لأنه حابب يعملها، بيعملها لله، يعني عارف إن ربنا وحده اللي عالم بنيته فيها وهو اللي هيجازيه. فتلاقي حد زي دكتور الغلابة مثلا بيتعرف بعد ما يموت، وتلاقي إنك بعد كام سنة لما خلفتي استوعبتي التفاصيل اللي مامتك كانت بتهتم بيها ومحدش كان شايفها ولا مقدرها، ومع ذلك فضلت تعملها. احنا هنا بنتكلم عن شخص عنده كفاءة فعلا، مش حد قليل الحيلة لما جرب يتكلم أو يسوق موصلش لحاجة فقال خلاص هعملها لله. هو هنا مختارش ده برغم بريق الجانب الآخر، هو معرفش يشغل البريق ده أصلا. الجندي المجهول بيتكلم وبيسوق بنسبة معينة تحسسك إن هو عادي، دكتور كشفه زي بقية الدكاترة، مطعم زي بقية المطاعم، بس لما تجرب هتلاقي إن القيمة اللي بيقدمها أكتر بكتير من نظرائه، وبيقدمها بحب، وساعتها الناس هي اللي بتتكلم عنه وعن تجربتهم في المكان. شخص مش من أهدافه الشهرة ولا التمجيد، هو بيشبع لما بيلاقي الحاجة اللي بيعملها على أكمل وجه بالنسبة له. لما اتعلم من معاملة ربنا ليه إن ربنا بيجازيه وبيكرم أكتر بكتير من الناس، وإن رزقك بإيده هو وآخرتك عنده هو، وعلى قد صدقك هيوريك إنه أكرم منك بدون وجه مقارنة. الجندي المجهول فيه قيم معينة بتحركه، فالطبيعي إنك هتلاقيه في الشغل زي البيت زي مع صحابه. مش هيكون في الشغل جندي مجهول لكن في البيت شايل ايده من كل حاجة. الشخص ده لما بيغيب فعلا بتحس بأثره، بتدفع تمن غيابه. والأهم من إنك تلاقي موظف بدل اللي مشي، أو تلاقي زوجة بدل مامتك، أو تلاقي دوشة ناس عشان تعوض صاحبك، الأهم من ده إنك تشوف مين في حياتك جندي مجهول، مين بيعمل تأثير فيك وبيهتم بالتفاصيل، مين لو مشي هيبقى نفسك ترجعه بأي شكل وتقوله إنك مقدر اللي عمله عشانك. في ناس بتنفصل أو بيحصل لها فقد عموما وبيبقى الزعل هين والفراغ سهل يتملي، بل في ناس بترتاح أكتر وبتبقى أحسن. بس الجندي المجهول لو فقدته بتفضل بقية عمرك على الأطلال بتفتكر وتدعيله وتتكلم عنه. في ناس بقى بتبقى غريبة جدا، بتبقى عارفة ان ده جندي مجهول او عارفة ان ده الشخص اللي هو بيحب الحاجة اللي هو بيعملها وبيهتم بتفاصيلها ومستعد يقعد فيها ساعات طويلة، وتستغل ده، يعني تعصره. ابتدي بقى ان انا انت الموظف اللي بيعرف يعمل اكتر من حاجة، تعالى هجلدك، هشغلك في 60,000 حاجة، بدل ما اقدرك ان انت عملة نادرة، ان انا مش هلاقي زيك كتير، إن أنا على قد ما أنا عايز الشغل من إيدك علشان أنت بتضبطه حلو جدًا، بس في نفس الوقت أنا برضه مش عايزة أستهلكك. الراجل والست المتجوزين اللي الراجل بيلاقي الست مهتمة بكل التفاصيل وبتحط طاقتها في كل حاجة وبتدّي له عينيها، ومع ذلك هو يستغل ده ويريّح خالص وما يهتمش بأي حاجة وخلاص ومش مهم، ما هي اللي هتعمل وهي اللي هتاخد بالها وهي اللي هتلحق. الست برضه اللي الراجل في حياتها هو اللي مركّز في التفاصيل وهو اللي مسحول ما بين هنا وهنا وهنا، وهي شايلة إيديها وعادي وهو اللي هيدلّعني وهو اللي هيشيل وهو اللي هيتصرّف. ليه؟ إن في ناس بتبقى عارفة إن الشخص ده فعلًا مميز في حياتهم، الشخص ده بيحُط قلبه في الحاجة، مش بيعملها بس كده وخلاص، ومع ذلك هُم عارفين واخدين بالهم، بس بدل ما يفكّروا إزاي يقدّروه، إزاي يريّحوه أكتر، إزاي يحسّسوه إن هو فعلًا بيعمل حاجة هُم ممتنين ليها، لأ يبتدوا يتسلّقوا عليه، يبتدوا يستغلّوه، يبتدوا يريّحوا هُم علشان هو بيدّي أكتر، يبتدوا يحسّوا إن هُم ضامنين الحاجة دي وإن الحاجة دي بقت خلاص مفروضة وبقت إلزامية،
الحاجة اللي الشخص ده كان بيعملها بحب وبيعملها زيادة منه، بيعملها بره الاتفاق اللي ما بينهم وما بين بعض، بس هو حابب يزود التفصيلة دي. يبتدوا ان هو خلاص بقى for granted، بقى مضمون، بقى العادي ان هو يعمل كده، ولو ما عملوش لأي سبب يبتدوا يلوموه على ان هو ما عملهاش. الأب أو الراجل اللي شغال مطحون بقاله سنين وما اشتكاش، وبعدين ابتدى يتعب أو ابتدى يشتكي، والناس في البيت ما تبقاش مستحملاه، اللي هو انت خلاص بقى بقيت بتشتكي من كل حاجة وبقيت بتزعق على كل حاجة. طب ما هو كان ساكت بقاله 40 سنة مثلا. يعني مش بس بيضمنوه ومش بس بيستغلوه، لا كمان بيحسوا ان ده أقل قيمة من الشخص اللي ما بيديش كتير. دي حاجة ما بقتش مفهومة يعني تأثيره في حياتي حلو جدا وبيحركني لقدام وبيغيرني للأحسن، أو مثلا بيعمل حاجة في البيت محدش تاني في البيت بيعرف يعملها، وهو مش مستني مقابل، هو كده كده بيعملها بحب. ليه أنا أبقى شايف إن هي كده أقل من العادي، إن ده كده الشخص ده كده أقل من العادي عشان هو بيدي أكتر من اللي المفروض يديه، فمعنى كده إن هو أقل من العادي، فمعنى كده إن هو مش هاقدّره أصلًا، وعلى العكس تمامًا أنا هاروح أقدّر أي حد تاني يكون بيدّيني أقل، بس هيحسّسني اللي هو إيه، إن ده العادي، إن أنت مثلًا بتدّيني كارت أخضر، فأنا بادّيك كارت أخضر قصاده، مش بتدّيني مثلًا كارت أخضر فأنا بادّيك كارت أخضر وحتّة جاتوه، لأ، أو كارت أخضر ومربوط بشريطة ستان حلوة. وده مش معناه إن الناس برضه يعني تُجزِر العطاء أو تكتّر من العطاء في غير محله. أكيد طبعًا لو حتى أنا باعمل الحاجة دي وأنا باحبها وعايز أفضل أعملها، بس مهم إن أنا كمان تقديري للقيمة اللي باقدّمها إن أنا أقدّمها في المكان اللي يستحقها، أو المكان اللي يساويها، أو يقدّرها، حتى لو هيقدّرها كده في إحساسه الداخلي إن هو هيسعد بيها. فمش معناه إن إحنا هنمشي نوزّع عطاء بقيمة كبيرة في أماكن ما تستحقهاش، أو في أماكن آمم مش هتقدّرها، ولا إن أنا ألاقي إن الناس اللي أنا باقدّم لهم القيمة دي هم شايفينها إن هي مفروضة عليَّ، أو شايفينها إن هي بقوا خلاص بيزوّدوا وبيستغلّوا أكتر، ومريّحين هم ما بيبادلوش حتى أقل القليل، حتى القليل منهم ما بقوش عايزين يعملوه اعتمادًا عليَّ. أو مثلًا ابتدوا يشوفوا إن دي حاجة بتقلل من قيمتي، فهيبتدوا يشوفوا حد تاني بدالي هو اللي يكون بيعمل الحاجة الأقل، لكن في نفس الوقت على قد إمكانياتهم. يعني أنا لو بادّيك X أنت بتدّيني X، ما تدّينيش X وعليها نجمة. فساعات الناس لمّا بتلاقيك أنت بتدّي حتّة زيادة، بيفتكروا إن أنت كده بتقلل من نفسك، أو إن أنت كده مش مقدّر قيمة الحاجة اللي بتقدّمها. فمهم حتى لو أنت كنت جندي مجهول إن أنت كمان تقدّر أو تقيّم المكان اللي تحُط فيه قيمتك دي. قيمتك دي مش قليلة، حتى لو أنت مش عايز قصادها مقابل، حتى لو أنت مش مستني تسقيف ولا شهرة ولا مجد ولا القصص دي كلّها، بس على الأقل ما تحسّش إن هي بتتاخد للنقيض. ما ابقاش أنا باقدّم لك وردة وأنت تاخدها تقطّعها وترميها في الزبالة وتدوس عليها. يعني لو أنا باعمل ده بحُب ولقيت إن رَد الفعل بالشكل ده، ما هو طبيعي إن أنا مش هاعمله، هامشي من المكان خالص وأروح لمكان تاني يقدّر الوردة بتاعتي، وحتى لو هو مش هيدّيني مثلًا مقابل قصادها، بس على الأقل هو مقدّر جمالها، هو مقدّر وجودها. بُص، دايمًا الحاجة الحقيقية بتفضل، سواء الشخص يعني كان لسه بيكمّل يعملها أو مثلًا توفّاه الله، تأثيرها بيفضل موجود، قصة بتفضل ملهمة. في ناس كتير بتبقى عايزة تعمل زيه، لإن هي حاجة حقيقية. الحاجة الحقيقية قلّت أوي في الزمن ده وبتقِل مع الوقت، فلو أنا هاعمل الحاجة الحقيقية دي في نطاق البيت بتاعي أو في نطاق أسرتي البسيطة الصغيرة، فدي بالنسبة لي تسوى كتير جدًا. بس لو ما كانوش شايفين إن دي حاجة حلوة وابتدوا يحوّلوها لحاجة سيئة، ده مش هيكون مكان آمن إن أنا أقدّم فيه حاجة حقيقية. مش هاقدّم حاجة وِحشة، ولكن هابطّل أقدّم خالص أو هانسحب خالص، وهاشوف مكان تاني أحُط فيه الوردة بتاعتي دي أو أزرع فيه الوردة بتاعتي دي. في واحدة ممكن تعمل عشانك حاجات كتير أوي استثنائية وتركّز في تفاصيل وتهتم وتعمل كل حاجة في الدنيا مثالية، بس هي في قرارة نَفْسها هي عايزة تكون برّه المنافسة.
هي شايفة إن مثلًا في حواليك options كتير، فهي عايزة تختار يعني تختارها أنت في الآخر أو هي اللي تكسب في الآخر، فبتعمل كده، مش علشان دي قِيَم فعلًا عندها، مش عشان سواء أنت اللي هتكمّل معاها أو هي هتروح مثلًا تختار حد تاني، فهتعمل نفس الحاجات. في راجل يبقى متعمد إن هو يركّز في التفاصيل ويقدّم اهتمام بشكل معيّن مختلف ومميز وكل التفاصيل اللذيذة دي، بس هو بيعمل كده علشان يخلّيها تحبّه، مش علشان هو جندي مجهول، مش عشان هو في قيمة معيّنة بتحرّكه، في قيمة معيّنة هو مؤمن بيها وبيطبّقها مش بس معاها، هو بيطبّقها في بقية حياته زي ما قُلنا. فأنا لمّا باختبر في شخص إن هو جندي مجهول والّا لأ، لو يفرق لي يعني، فأنا عايزة أشوف إن في قيمة معيّنة هي اللي بتحرّكه، عايزة أشوف إن هو بيعمل كده فعلًا في كل حياته، مش بيعمل كده علشان يخلّيني أحبه. هي مش بتعمل كده عشان تخلّيه يختارها من وسط كل البنات. يعني لو هو مثلًا لو الراجل ده هيكمّل مع الست دي، هيعمل الحاجة دي، طيب لو هو كمّل مع واحدة تانية، هيعمل نفس الحاجة برضه، بيها أو من غيرها أو بواحدة تانية هيعمل نفس الحاجة، لإن هو مؤمن بالحاجة دي، هو مؤمن بالقيمة اللي هو بيعملها، هو مصدّق الإحساس اللي بيوصّله أو الاهتمام اللي بيوصّله اللي هو صادق جدًا من جوّاه، التفاصيل اللي بيهتم بيها، هيعملها معاكِ أو مع غيرِك. فدي برضه تركاية كده للناس اللي كمّلت الفيديو للآخر، آمم، الحاجة الحقيقية بتختبرها لمّا بتشوف الشخص ده بيعملها في حياته كلّها، لمّا بتكون القيمة هي اللي بتحرّكه، يعني عنده إحساس حقيقي ناحية إن أنا عايز أكون باهتم، أو عايز أكون موجود فعلًا، مش موجود علشان ما تروحش تشوف حد تاني غيري، لأ أنا عايز أكون موجود وحاضر ودي حاجة بالنسبة لي مهمة. لو أنت ما قدّرتهاش مثلًا أو لو ما حصلش ما بيننا توافق أو نصيب، ورُحت أنا حطيت البذرة دي في مع حد تاني هاعملها كده برضه، مش هتختلف على فكرة. لكن الهدف من الكلام هو إن لو الشخص في حاجة حقيقية من جوّاه فعلًا بتحرّكه، هيعملها سواء مع فلانة أو مع فلانة تانية، هتعملها هي مع فلان أو مع فلان تاني، هتعملها سواء اشتغلت في المكان ده أو اشتغلت في مكان تاني، هتعملها سواء المريض اللي جالك كان خلوق ومحترم وذوق، أو لأ هو ما كانش ذوق معاك في التعامل، هتفضل تعمل الحاجة بغض النظر عن إيه المقابل اللي حاصل برّه، بغض النظر عن مين الشخص اللي بيستقبل برّه، لكن مهم نأكد على فكرة لو ما تم الإساءة للحاجة دي أو ما اتقدّرتش كويس أو اتعاملت بطريقة سلبية بتأذيني، فهنا مش من الذكاء خالص إن أنا أفضل أكمّل في الحتّة دي أو في المكان ده أو مع نفس الشخص ده. فحتى الأفعال ما بقِتش مقياس لمصداقية قد ما إن أنا باشوف هل الأفعال دي جاية من قيمة حقيقية عند الشخص ده، بيعملها طول وقته في كل حاجة في حياته، مصدّق فيها جدًا، والّا بيعملها علشان عنده هدف معيّن معايا مثلًا. وبرضه توضيحًا مش غلط إن الواحد يبقى عايز يعمل حاجات تحبِّب الناس فيه أكتر، وتقرّب المسافات ما بينهم أكتر، دي مش حاجة غلط، أو مثلًا مش نوايا خبيثة في الموضوع لأ، لكن أنت فاهم كويس أوي إن الشخص ده بيعمل الحاجة دي عشان هو حابب يعمل الحاجة دي، هيحب أكتر إن هو يشوفك مبسوط بيها أو متهنّي بيها أو كذا، بس هو مش بيعمل كده عشان عايز منّك حاجة في المقابل، وهتبقى فاهم كويس أوي إن هو لو مشي وراح مكان تاني شال عدته كده وراح اشتغل في مكان تاني أو راح بقى مع حد تاني، فهو هيبقى عنده نفس الquality دي ويمكن أحسن، هيبقى بيقدّم نفس القيمة دي ويمكن أحسن. فتاني هنرجع لنقطة إن أنت بتحس بالفقد فعلًا، بتحس بالخسارة فعلًا مع الشخص اللي كان حقيقي معاك في كل تفصيلة، في كل حاجة عايز يقدّمها لك أو عايز يشوفك متهنّي فيها، لكن هو إحساسه لمّا بيمشي ما بيكونش ندمان ولا بيكون بيقول يا ريتني مثلًا والّا أصل أنا قلبي واجعني، أصل أنا المكان ده كان بالنسبة لي مش عارفة عامل إزاي، لا، لأ خالص. هو عارف كويس أوي القيمة اللي عنده، اللي يقدر يقدّمها في أي مكان تاني، في أي ظروف تانية، ويقدر يلاقي فيها البيئة اللي على الأقل ما تُسِئش
ما تُسِئش ليه إن هو بيعمل حاجة زي كده. ده اللي لمّا بيمشي ما بيبقاش ندمان وما بيبُصّش وراه وما بيبقاش نِفْسه مثلًا يرجع بيه الزمن عشان يقول كلمة ما اتقالتش أو يصلّح حاجة كان المفروض تتصلّح. ده بيبقى عارف كويس أوي إن كل حاجة عملها كان على قد ما قدر كان صادق فيها وحقيقي فيها، وكان في قيمة معيّنة بالنسبة له هي اللي مهمة أهم من أي حاجة. فلو ما لقاش آمم البيئة المناسبة اللي يحُط فيها الvalue دي، هياخد عِدِّته وهيمشي وهيروح في مكان تاني. هو عارف إن هو صاحب القيمة، مش هو الخسران. ولو أنت هذا الجندي المجهول، فأنا عايزة أقول لك أنت من صفوة الناس على الأرض، قليل اللي زيك. وأنا عن نفسي باقدّرك وباحترم تفاصيلك وإخلاصك. كمّل واختار دايمًا التجارة مع الله. وسلام.